بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناتكم العرب تنوير 2، برنامجكم الكود الازرق. انا عملت الحلقه دي يا شباب بتاعت الكورتيزون، هتلاقوها برضو على القناه حلقه، بس انا قلت اما اعملها من خلال الباوربوينت عشان يبقى برضو اسهل لحضراتكم وتشوفوا معايا الادويه، وعشان الكلمات لو في حاجه فلتت من الفيديو اللي فات تعرفوها من خلال الباوربوينت. طبعا الحلقه دي اهداء الى روح عبد الله فهمي زميلي العزيز، ربنا يرحمه ويرحم والديه ويرحم جميع اموات الله ان شاء الله. ايه هو الكورتيزون؟ لما يقول لك ايه هو الكورتيزون، ده هرمون يفرز من الغده القذريه الفوق كلويه في صوره غير نشطه، وينشط في خلال الكبد الى صوره اخرى نشطه تسمى بالكورتيزول باللام، حيث يذهب الكورتيزول الى مستقبلات النواه في الحمض النووي ويزيد او يثبط عمل الكثير من البروتينات والانزيمات الخاصه بالخلايا او بخلايا الجسم، وهذا هو تاثير الكورتيزول السحري او الماجيك اكشن. طيب تعالوا بقى نشرح بقى الموضوع ببساطه باي انجلش وبالانجليزي. اتس استرويد هرمون. يعني ايه استرويد هرمون؟ يعني انت حضرتك لما تاجي يقول لك كده عرف لي يا ابني يعني ايه الكورتيزول، تقول له ده نوع من انواع الاسترويد هرمون. يعني يقول لك يعني ايه استرويد هرمون، تقول له ده ليبيد سينثيسيس من كوليسترول، يعني تحلل او توليف او تكوين من يعني بيتكون او بينشأ من الليبيد، من الدهون وخاصة الكوليسترول. سينثيسيس اسمها كده، سينثيسيس كوليسترول. طيب ده بيعمل ايه كمان؟ هيقول لك طب بيعمل ايه؟ هتقول له بيند تو ذا جلوكوكورتيكويد ريسبتورز، يعني بيلتحم او بيلتصق بالجلوكوكورتيكويد ريسبتور، مستقبلات الاستروديه الجلوكوزيه تقريبا او السكريه، وخاصة حاجة اسمها النيوكلير ريسبتور، عشان تعمل استيميوليت جين اكسبريشن اند ريبريشن. يعني ايه؟ يعني هي بتلتحم بالمستقبلات اللي هي السكريه الاستروديه ديت، وتعمل عمليه تنبيه للجين، الجين اللي هو الحمض النووي بتاعنا الاكسبريشن اند ريبريشن، بتثبطه او بتزيد من عمله، فيطلع انزيمات معينه ويطلع بروتينات كتيره وانزيمات كتيره، فيبقى تاثيره تاثير ماجيكال او ماجيك اكشن بمعنى اصح. عشان كده بيتاخد في حاجات كتير جدا وهنعرفها دلوقتي. ده باختصار. طيب انا بقى عايز افهم الحته بتاعت الفوق قلويه دي يا هشام والقذريه والكلام ده. بصوا يا جماعه، تعالوا نمسح كده بس مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. في غده عندنا اسمها تحت المهاد الهايبوثالاموس، بتقوم بافراز هرمون اسمه الكرونوتروبين. ده بينبه افراز الفص الامامي، يخلي الفص الامامي من الغده النخاميه اللي هي بيسموها البيتيوتري جلاند تفرز هرمون اسمه الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، اللي بدوره بينزل للغده القذريه اللي هي الفوق كلويه، وبيعمل حاجه اسمها سينثيز زي ما قلنا كوليسترول، اللي هو بيولف الكوليسترول بمعنى صح، فيفرز هرمون الكورتيزون اللي بيروح للكبد فيتحول الى الكورتيزون. وده باختصارا ان هو الرسمه بتاعته. انا بيحصل لي ستريس لان هرمون الكورتيزون بيتفرز بصوره طبيعيه او بصوره غير طبيعيه. يعني ايه؟ يعني بصوره طبيعيه في الصباح الباكر في الايرلي مورنينج، او بعد افتر نون في بعد العصر، بيتفرز بصوره عاليه جدا. يعني بيتفرز في جسمنا على مدار اليوم، وبيسموها ديورنال فاريانت. يعني ايه يا عم هشام؟ يعني بصوا يا جماعه، ودي مش قايم على نظريه يعني علميه، بس انا هقول لكم ايه اللي بيحصل. حضرتك لما بتيجي تذاكر ما بعد صلاه الفجر او تيجي تعمل شغلانه، تلاقي القدره بتاعتك في الانتاجيه عاليه جدا. ليه؟ عشان هرمون الكورتيزول بيرتفع الصباح في الصباح الباكر، عشان كده لما بيسحبوا التحليل بيحاولوا يسحبوه الصبح بدري. او تلاقي بعد العصريه كده وانت قاعد بتسمع بقى ام كلثوم وقاعد بتشرب شاي وقاعد بتشتغل على الكمبيوتر او بتكتب او بتعمل بتذاكر، هتلاقي نفسك في انتاجيتك عاليه. فالهرمون بيتفرز بصوره طبيعيه زي ما قلت لكم، بصوره اعلى الصبح بدري او بعد العصر. طيب في صوره غير طبيعيه، طبعا لما يحصل قلق او توتر او تخش ستريس، مثلا انت في خطوبه او جواز او كلام من دول، بيتفرز هرمون الكورتيزول لمواجهه القلق والاضطرابات النفسيه. ده باختصار. طيب حصل قلق، القلق دهوت قام رايح منبه حاجه اسمها الهايبوثالاموس جلاند اللي هي الغده تحت المهاد، افرزت او خلتها تفرز هرمون اسمه السي ار اتش، كورتيكو بقسمها تروبين ريليزنج هرمون، سي ار اتش، اللي راح بدوره نبه حاجه اسمها الانتيريور بيتيوتري جلاند او افراز او غده الاماميه او الفص الامامي من الغده النخاميه. افرزت هرمون خلتها تفرز هرمون اسمه الاي سي تي اتش، ادرينو بقسمها ادرينو
كورتيكو تروبيك ريليزنج هرمون، الاي سي تي اتش، اللي راح بدوره الى الادرينال جلاند او السوبرا رينال جلاند اللي هي الغده الفوق كلويه او الغده القذريه. ودي راح لحاجه معينه اسمها الفاشيولاتا. في حاجه اسمها الزونه اوف فاشيولاتا. ان شاء الله نبقى نتكلم على في الاناتومي او التشريح على الغده القذريه بعدين. بس في حاجه اسمها تفتكروها، ان جدار الغده القذريه او الغده الفوق كلويه ديت بتبقى عباره عن حاجتين، عباره عن قشره ونخاع. القشره دي لها كذا ليرز او كذا طبقات. انا ما يهمنيش هنا غير طبقه واحده اسمها الفاشيولاتا. نكتبها مع بعض: فا الف شيولاتا، ده العربي بتاعها. فاشيولاتا، زونه، اسمها زونه فاشيولاتا. دي اللي بتفرز هرمون او بتعمل سينثيزز للكوليسترول، وبتعمل او سينثيزز للكوليسترول، بتعمل كورتيزون هرمون، تفرز هرمون الكورتيزون اللي بدوره بيكون ان اكتف غير نشط، ويروح للليفر للكبد بتاعنا ويعمل كورتيزول. ده باختصار، والانجليزي افضل طبعا ان انت تحفظه عشان بيبقى اسهل والميموري بتاعتك تبقى انجليزي. طيب، اذا نرجع للي قبلها. في عندي كورتيزون وكورتيزول. الكورتيزول هو الصوره النشطه الاكتيف فورم من الكورتيزون، وبيتعمل في الكبد، ميتابوليزم في الكبد، يعني بيحصل له عمليه ايض وبيبتدي يتكون اكتيف او بيحصل له اكتيفيشنز في الكبد. اما الكورتيزون ده اللي بيتفرز من الغده القذريه الادرينال جلاند، من الفاشيولاتا او الزونا فاشيولاتا، بيبقى ان اكتيف فورم. طيب، بعد ما عرفنا كده اعرف تاثيرات الكورتيزول على الجسم. يعمل لي ايه يا عم هشام؟ يزود صناعه الجلوكوز فيزود نسبه السكر في الدم، يزود تكسير البروتين والدهون، يزود كرات الدم الحمراء وزياده الصفائح الدمويه، زياده تنقيه الكلى. بس للاسف بيقلل خلايا الدم البيضاء، يقلل السيتوكاينيز، يقلل تكوين البروستاجلاندين، يقلل حركه كرات الدم البيضاء، يقلل امتصاص الكالسيوم من الامعاء. ده كله مع اني بقول للاسف، بس إلى ذلك او رغم ذلك يستخدم في علاج الامراض المناعيه او في امراض معينه. انا عايز اقلل خلايا الدم البيضاء في حالات الحساسيه، مثلا التحسس او الزياده في افراز الحساسيه، الايزينوفيلز مثلا، البروستاجلاندين، انترلوكين، السيتوكاينيز. في ناس بيحصل لها عمليه ستورمنينج، يبقى ممكن اديله ديكسا او اديله نوع من انواع الكورتيزونات، وبالذات الكورتيزول هنعرفها كلها دلوقتي. طيب، يبقى بيعمل ايه يا عم هشام؟ بيعمل نوتروفيل، بيعمل لوكوبينيا، يعمل ثرومبوسايتوزز. تمام. يعمل ديكريز للسيتوكاينيز، ديكريز للبروستاجلاندين، ديكريز للوايت بلاد سيلز، وبيعمل كمان ديكريز للري ابزوربشن اوف كالسيوم فروم انتستينال او امتصاص الكالسيوم من الامعاء. عشان كده بيعمل هشاشه وهنعرفها قدام. طيب، استخداماته، اليوزنج بتاعته: لو في ادرينال انسفشيانسي. الانسفشيانسي اللي هو يعني الهرمونات بتاعت الغده القذريه فيها عدم كفايه، ده الادرينال انسفشيانسي. وكمان كمضاد للالتهابات اللي هو انتي انفلاماتوري، وكموسع للشعب الهوائيه، برونكو دايليتور او برونكو دايليتيشنز، يعمل برونكو دايليتيشن، يوسع. دي بتستخدم كبرونكو دايليتور. كانتي هيستامينيك، كمضاد للحساسيه، وخاصه في الالرجيك ديزيز زي الاكزيما. في اللانج ميتيوتري او ماتيوتري اوف لانج بيبي او اوف لانج فيتال. الفيتال لانج ممكن، او اللي هو رئه الجنين، عشان تحصل لها نضج في اثناء الحمل، ممكن ال الام او الست الحامل تاخد نوع من انواع الكورتيزول، وده طبعا تحت اشراف طبيب متخصص من النساء، اخصائي نساء. فبتعمل نضج رئه الجنين. كمثبط للمناعه، اميون ديفيشنسي، او بتعملوا اميون سبريشن للجهاز او الاميونو سيستم. اميون سبريشن يعني مثبط للمناعه، فعشان كده بتستخدم في حالات الاوتو اميون ديزيز او علاج الامراض المناعيه. قبل العمليات الخاصه، يعني في اجراءات خاصه زي اجراء وقائي بروفلاكسز مثلا قبل البي سي اي، لما انت تعمل قسطره قلبيه او تعمل دايجنوستيك بي سي دايجنوستيك، او اللي هو ثيرابيوتيك بي سي اي، اللي انت تركب دعامه او انت تخش قسطره قلبيه، ممكن يدوا نوع من انواع الكورتيزول عشان يمنعوا من الحساسيه بتاعت الصبغه. وده اتكلمت عليها في حلقه هتلاقوها على القناه. اي مرض غير معروف السبب ممكن يدوا فيه كورتيزول. if you non causes give كورتيزون، يعني انت مش عارف السبب، ادي ايه؟ كورتيزون. طيب، برضو لازم تعرف معلومه في الفيديو:
بص بقى بالصلاه على النبي، في حاجه اسمها جلوكوكورتيكويد وفي حاجه اسمها مينرالو كورتيكويد. ايه الجلوكوكورتيكويد او الجي بيعبروا عليها بالجي؟ احنا عندنا ده الكورتيكويد او الاسترويديات عامه، بتتقسم الى معدنيه وسكريه. ده بالعربي. المعدني اللي هو الجلوكو، معلش نجيبها كده، نجيب القلم. الجلوكو دوت اللي هو مضاد للالتهاب، اللي هو بيسموه الانتي انفلاماتوري. اما بقى ال الثانيه اللي هي المينرالو، بتعتبر الصوديوم اند ووتر ريتنشن، تعمل احتباس للمياه والصوديوم. ملحوظه، الكورتيزول اللي احنا بيطلع من الكبد بتاعنا او نتيجه عمل الكبد، لما بيجي طبعا من الغده القذريه واحنا عرفناه، ده المعيار الاساسي او الستاندرد بتاعنا اللي احنا بنمشي عليه، وباسمه الهيدروكورتيزون. بيتساوى عمله كام مع الجي، يعني بيشتغل صوديوم اند ووتر ريتنشن وانتي انفلاماتوري الاثنين مع بعض بالتساوي. طيب اشهر حاجه عن كده ان شاء الله نشوفها في الادويه هي الهيدروكورتيزون. ليه اسم هتشوفه دلوقتي. بص طبعا دي المواد الفعاله مشهوره في جمهوريه مصر العربيه، لازم حضرتك تحفظها وتحفظ الاسم بالاسم الماده الفعاله. يعني هنا مثلا هتلاقوا هيدرو كورتيزون، وقلنا ده الاساس الستاندرد بتاعنا. هنا مثلا معروف اسمه التجاري باسم السوليكورتيف. هتلاقوا مثلا الديكساميثازون، طبعا دي مشهوره جدا هنا في مصر باسم الديكسا. طبعا البوتزونايد اللي هو المشهور هنا باسم مصر باسم البالماكورت، طبعا ده الاسم التجاري بالماكورت، ديكسا وسوليكورتيف. طيب ايه الستاندرد بتاعنا؟ الستاندرد بتاعنا الهيدروكورتيزون، ده بيشتغل مينرالو اند جلوكوكورتيكويد، يعني بيشتغل انتي انفلاماتوري ويعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن. اما الدكسا ده بيعتبر 30 ضعف الجي، يعني بيشتغل كانتي انفلاماتوري 30 مره، قوي جدا كانتي انفلاماتوري. يعني بمعنى اصح، السيتوكاينيز البروستاجلاندين ده هيقله، يعمل لوكوبينيا، يعمل نوتروفيل ليمفوبينيا، يقلل بقى الغدد الليمفاويه او اللي هو كرات الدم الليمفاويه. يقلل كرات الدم اللي هي بيسموها الايزينو او اللي هي الحامضيه. يقلل كمان كرات الدم عامه البيضاء. يقلل طبعا افراز البروستاجلاندين والتحسس منها، والسيتوكاينيز انترلوكين 1 و8. فالديكسا ده بيعتبر كحاجه كمضاد للحساسيه قوي جدا جدا جدا. عشان كده بيستخدم كاجراء وقائي قبل اي اجراء تقريبا، او اي حساسيه تحصل لاي حد ممكن تدي للعيان ديكسا على طول. وده اسمه الديكساميثازون. يبقى اقوى 30 مره جي. اما ده بيشتغل جي مع ام، بيساوي الام. طيب ايه كمان؟ البالماكورت ده بيعمل ده، او البوتزونايت اسمه بوتزونايت، ده برونكو دايليتيشن، بيعمل برونكو دايليتور او موسع للشعب الهوائيه. طبعا بيستخدم كنوع برضو من انواع الكورتيزولات اللي موجود. في ميثايل بريدنيزولون. الميثايل بريدنيزولون مشهور هنا في مصر باسم السوليميدرول. وفي اخوه طبعا البريدنيزولون، اللي هو طبعا مشهور هنا برضو في مصر هنا باسمه السوليبريت. بس نخلي بالنا ان لازم يبقى مريض الكلى ومريض الكبد، لازم يبقى الجرعات تتظبط، مش اي حد بيكتب السوليبريت. طيب دول بيشتغلوا ايه يا عم هشام؟ دول بيشتغلوا جي 5 اضعاف الام. يعني دول بيشتغلوا برضو كانتي انفلاماتوري قوي جدا 5 اضعاف. طبعا في حاجه بقى مشهوره لوكال جدا، وده نوع من انواع الكورتيزول، وهو البيتا ميثازون. بيتا ميثازون بيتاخد كحبوب، وبيتاخد كمراهم، بيتاخد كبخاخات، بيتاخد حاجات كتير جدا ممكن يعني تشوفها في السوق المصري. فالبيتا ميثازون مشهور جدا هنا، مثلا كنت انا بشوف دوت في الجيش. البيتا ديرم ده يعني مشهور جدا، بيتا ميثازون كنا بنستخدمه في الجيش كتير، عشان خاطر طبعا اللي احنا كنا بننام على الارض وبننام والشده والكلام ده كله. فكان بيحصل لنا يعني حساسيه، وطبعا الجو والافرول والكلام ده كله كان بيبقى يحصل تعب. طيب الاثار الجانبيه، وده اخر حاجه معانا ان شاء الله، السايد افكت كتير جدا للكورتيزول: هشاشه العظام، ارتفاع ضغط الدم، زياده نسبه السكر، العدوى، مشاكل نفسيه، شهيته، وش العيان بيتخن وشعره بيزيد، كوشنج سندروم، ضعف النمو، احتباس المياه والصوديوم، قله البوتاسيوم، تعرض مع ادويه زي مضادات البول والدايجوكسين والسترويد. ممكن يعمل قرحه المعده ويتروجينيك بيبتيك ألسر، بالذات المياه البيضاء والزرقاء. إيه الاثار الجانبيه امتى تقل؟ لو احنا استخدمناها لفتره قصيره، شورت تيرم يوزنج. طيب لو يعني الفتره بقت طويله شويه، اكتر كمان من اسبوعين، في الغالب ممكن تحصل زياده في الاثار الجانبيه، او زياده احتماليه الاثار الجانبيه. فعشان كده لازم الكورتيزون لما نيجي نوقفه يتوقف تدريجي، ويستخدم لفترات قصيره من الافضل. طيب الاثار الجانبيه بالانجلش:
ممكن زي ما قلت لحضراتكم ديبريشن، يحصل اكتئابات، لان هو بيشتغل يعني بيحسن او بيعمل عمليه السايكوزز، لانه بيشتغل في الاسترس، بيعمل في القلق. هايبرتنشن، ارتفاع ضغط الدم. طب ليه ارتفاع ضغط الدم يا هشام؟ عشان لو سألك برضو في امتحان شفهي او حاجه تقول له عشان بيعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن. ممكن كمان يعمل كرونيك فاتيج، سليب ديبريفيشن، ميجرينز او صداع، طن فيجن، يعمل كاتاراكت اند جلوكوما، يعمل طبعا ميه بيضاء او ميه زرقاء. اسيد ريفلكس ديزيز، ممكن يعمل زياده في الحامضيه فيعمل عمليه ارتجاع للحمض اللي موجود في المعده. هوستيليتي وهنجر وارثرايتس وديكريز اميون سيستم وديكريز الميتابوليزم. كل الحاجات دي ممكن يعملها الكورتيزول. ارجو ان تكونوا استفدتوا. شكرا لحضراتكم، اشوفكم في حلقات اخرى. اي اسئله على اليوتيوب في الكومنتات. مع السلامه.